اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من برنامج كريم نور. ملحوظه وقبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده عزيزي المشاهد، عايز اقول لك ان السم اللي هنتكلم عليه او البروجكت اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده مش حاجه ذوقيه او مش حاجه ماتيريال بتداج وبنموت. انا التجربه اللي هتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده حاجه معنويه، حاجه تفكير في العقل تشبه بالسم، وغالبا ودي الصراحه ودي الحقيقه المطلقه كمان اللي عايز اتكلم عليها، ان السم اللي هنتكلم عليه النهارده او التجربه بتاعت النهارده عندك يا صديقي، وانا متاكد مليون في الميه او متاكد بدرجه كبيره جدا انها عندك. الحاجه اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده انا متاكد انها عندك، ولكن انا مش عارف هل تعافيت ولا لا. يا صديقي لو تعافيت الف مبروك، ولكن لو مش تعافيت كمل معايا الفيديو وان شاء الله هيبقى فيديو بسيط، وهقول لك الطريقه اللي ازاي تعافيت بيها. هحكي لك التجربه بتاعتي وازاي تعافيت من السم ده. السم اللي هنتكلم عليه النهارده يا صديقي ان انت كل يوم عايز تبدا في حاجه مفيده في حياتك، او عايز تعمل اي حاجه لحياتك، عايز تضيف قيمه لحياتك، تقول ان شاء الله بكره هبدا مثلا في كورس انجليزي. لو انت مثلا عايز تتعلم انجليزي تقول ان شاء الله يا صديقي بكره هروح ابدا في كورس انجليزي. يجي بكره تتزحم بقى في اللوب بتاعت الدنيا والحياه والمسؤوليات والمشاوير ومش عارف صحابك، وهتروح كذا وهتيجي من كذا. تيجي في اخر اليوم ما عملتش اي حاجه، تقول بكره. اليوم اللي بعده يجي برضه بحكايات اليوم، حاجات اليوم، مشاوير اليوم، وبرضه يخلص اليوم وما عملتش اي حاجه، وتيجي بالليل وتقول بكره. ولكن يا صديقي عايز اقول لك حقيقه مره لازم تعرفها، ان اليوم اللي انت بتضيعه واليوم اللي بعده اللي انت بتضيعه واليوم اللي بعده اللي انت بتضيعه، والله يا صديقي ده عمر. احنا عدينا سنه ودخلنا في سنه جديده. انت ممكن يكون كنت عايز تبدا مثلا انك تتعلم انجليزي من شهر 3 2023، انا اسف ولكن احنا حاليا ممكن يكون في شهر 3 2024، او ممكن يكون عدينا شهر 3 2024 وانت لسه ما بداتش. دي حقيقه ودي حاجه مهمه جدا تبين لك قد ايه ان كلمه بكره، جاست كلمه بكره، هي اللي مودياك في ده، وهي اللي عمرك بيضيع بسببها. طيب خلينا ندخل في الموضوع بتاع النهارده واحكي لك التجربه بتاعتي مع الموضوع ده. انا يا صديقي الفتره اللي فاتت، او مش الفتره اللي فاتت بالظبط، يعني من شهر تقريبا كده كنت داخل في اللوب دي. انا الحمد لله كنت عامل حاجات في حياتي، ولكن وقفت ان انا اعمل الحاجات دي. يعني كنت محقق شويه نجاحات صغيرين كده، ولكن قلت هوقف الحاجات دي. ما مش عارف، بس حسيت ان انا مخنوق، حسيت ان انا مش عايز اكمل، فقلت خلاص وقفت الحاجات دي. قلت لمجرد ان هي ريست بسيطه، قلت يومين 3 ايام كده ريست، ادلع نفسي، اهيص على نفسي مثلا، ما اعملش اي حاجه، ما ذاكرش، ما تابعش، ما اتعلمش، مش عارف ايه، اقعد يومين 3 ايام اريح نفسي وابدا ان شاء الله. الثلاث ايام اللي انا قلت عليها ريست دي للاسف لقيتها قلبت باسبوع. بصيت كده وبص لقيت ان في اسبوع عدى، يعني انا قلت 3 ايام ولكن بصيت لقيت في اسبوع كامل عدى انا ما عملتش فيه اي حاجه. وبدات بقى الدوامه اللي بقول لك عليها في الفيديو بتاع النهارده، ان انا كل يوم بقول بكره، يجي بكره مفرغ اقول بكره، يجي بكره. الفكره ان انا الفيلينجز عندي او الاحساس عندي اللي هو يعني انا عايز اعمل حاجه ولكن ما عنديش الشغف. خلينا نتكلم كلمه شغف عشان كلمه الشغف دي واضحه جدا. ما عنديش الشغف اللي يخليني اعمل الحاجه دي. اللي هو بصحى من النوم بقول ان شاء الله هبدا مثلا ان انا اراجع الانجليزي بتاعي، اقرا لي صفحتين مثلا او 3 صفحات في الكتاب اللي انا بقرا فيه. ابدا في اليوم هلاقي نفسي اتزحمت في كذا حاجه كذا حاجه كذا حاجه، او انا بقنع نفسي ان انا اتزحمت وان اليوم بتاعي ما كانش فاضي ان انا ابدا. عقلي بيدي حيل لنفسه او بيديني حيل، اللي هو اصلا انت كان نفسك تعمل الحاجه دي ولكن انت ما فضيتش، انت اوريدي كان معاك 1 2 3 4، وللاسف عقلك يقول لك فعلا الحاجات دي. انت النهارده مش عارف رحت كذا، جيت من كذا، رحت لصاحبك الفلاني، قعدت مع صاحبك الفلاني، رحت عملت المشوار الفلاني. وحيله مهمه جدا او حركه مهمه جدا، وهي تعرف ان عقلك بيصيح عليك. دي حقيقه يا صديقي، عقلك بيصيح عليك، عقلك عايز يرتاح، عقلك مش عايز يتعب. هي دي الحقيقه اللي انت لازم تحطها كده ستاندرد جدا. اي حاجه هتسبب مجهود لعقلك او هتخلي عقلك يتعب هو بيعملها، عقلك بيحاول بكل الطرق انه ما يعملهاش. احنا العقل بتاعنا عايز يرتاح. بالمناسبه موضوع الكتاب اللي انا بقرا فيه الكلام ده، انا الفتره دي بقرا هاو تو توك تو انيون، ازاي تتكلم مع حد. ان شاء الله هحاول ان انا اخلص الكتاب ده، ولما اخلص الكتاب ده ممكن انزل فيديو اقول التلخيص بتاع الكتاب ده واقول انا استفدت ايه من الكتاب ده. اوكي نكمل بقى الموضوع بتاع الفيديو. زي ما قلت لك اليوم بيعدي، يوم ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، وير مينت انا عدى شهر، انا حرفيا عدى شهر وانا على الوضع ده. وانا فاكر الفتره دي انا كنت في الجامعه في الكليه، ما كنتش موجود اصلا في البيت بتاعنا. فاللي هو انت اصلا ما فيش حكم عليك، ما حدش بيقول لك انت رايح منين جاي منين، وانت عقلك بيحب الانتخ، فانت تنتخ بقى، تنتخ بمعنى تنتخ، تطلع مع اصحابك، تروح كذا، تلف من هنا، هتيجي من هنا، مش عارف ايه، ولكن انك تعمل حاجه مفيده في يومك ما كانش يحصل اطلاقا. انا قعدت شهر حرفيا مع الموضوع ده. في اخر اليوم بيجي لي نقص كده جوه، اللي هو انت ما عملتش حاجه، انت يومك عدى وما عملتش فيه اي حاجه، طب قوم اعمل اي مصلحه، مش عارف ايه. تيجي بقى الحته اللي جوه او الحته البيضاء اللي جوه تقول لا انا لازم ابدا، انا لازم ابدا ارجع، والكلام ده تقول هبدا بكره. تيجي بكره برجع في نفس الدوامه اللي قلت لك عليها وما بعملش اي حاجه. قعدت حرفيا انا شهر ونص على الوضع ده. بعد بقى ما الشهر ونص عدوا حسيت ان انا ضيعت وقت كبير جدا، وحرفيا شهر ونص او شهرين عدوا من حياتي وانا ما عملتش فيهم اي حاجه. ما كنتش اعمل حاجه غير ان انا اكل واشرب وانام بس، غير ان انا افرق مع اصحابي واقعد. ولكن انا بتكلم على حاجات مفيده. انا الشهر ونص دول او الشهرين اللي في حياتي دول ما عملتش فيهم اي حاجه تدعى ان هي مفيده، ده بامانه والله. طب ايه الحل؟ خلينا ندخل في الموضوع، خلينا ندخل في الحاجه المهمه في الفيديو بتاع النهارده. ايه الحل؟ ازاي تعافيت من الموضوع ده؟ عملت حاجتين بسيط جدا، او 3 حاجات بس، او حاجتين يعني ان شاء الله حاجتين. اول حاجه نصيحتي ليك في البدايه، لو انت بتمر بالتجربه بتاعتي دي، لو حضرتك بعيد من ربنا، زي انك ما بتصليش، انك ما بتقراش قران،
فنصيحتي ليك انك ترجع. الدكتور حازم شومان قالها وانا قلتها في فيديو قبل كده، ان طريقك لربنا او انك لما ترجع لربنا او تبقى مع ربنا ده اساس، ده لايف ستايل او ده اسلوب حياه بيخليك تنجح في حياتك. انك تنتظم مثلا على الصلاه في مواعيدها، فانت تنتظم ان انت تروح المواعيد اللي انت كده هتتعلم الانتظام في حياتك او هتتعلم الالتزام في حياتك، والالتزام كونسبت مهم جدا للنجاح وهكذا. يا صديقي عايز اقول لك ببساطه شديده جدا ومش هرد في الموضوع ده، ولكن يا صديقي انت لو بعيد من ربنا حاول انك ترجع، حاول انك ترجع بالصلاه. يعني صلي، ابدا انك تصلي لو انت ما بتصليش، لو بتصلي ورد قران كده كل يوم واحلى مسا عليك. يعني ثاني خطوه والخطوه العمليه في الموضوع اللي بنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده هي تجيب ورقه وقلم وتكتب الاهداف بتاعتك، تكتب الاحلام بتاعتك. طيب لو انت زي حالاتي يا صديقي، انت اوريدي كنت شغال في حاجه او كنت شغال على هدف، لكن جات لك فتره ارهاق، تعب، بيرن اوت والكلام ده، انت اوريدي عندك ورقه، انت اوريدي كاتب الاحلام بتاعتك. انا بقى عايز اقول لك يا صديقي انك لو انت زي الحاله بتاعتي، انك تشيل التراب من الورقه بتاعتك دي. والتراب هنا مش معنى التراب، لا، تجيب الورقه الماتيريال وتنقل الاهداف بتاعتك، يعني تكتبها تاني في ورقه تاني. ده بيحمس حتى عندك جوه كده انك بتكتب الاهداف. ونصيحتي ليك ما تكتبهاش على التو دو ليست بتاعت التليفون. تعرف بس بحس ان هو لا، ورقه وقلم، الورقه والقلم ابداع. طيب يا كريم انا جبت ورقه وقلم وكتبت الاحلام بتاعتي او كتبت الحاجات اللي انا نفسي احققها في حياتي. يا كريم انا اوريدي عندي ورقه او اوريدي عندي اهداف، بس شلت التراب وعملت الخطوه اللي انت قلت لي عليها. ثاني خطوه الاكشن بقى، او الخطوه الاساسيه في الفيديو بتاع النهارده هي انك تاخد فعل، اكشن، انك تقوم، انك تعمل حاجه مهما كانت بسيطه مهما كانت صغيره، المهم انك تعملها. المهم انك تاخد اكشن في يومك. الاكشن ده ممكن يكون بسيط جدا. انا لما رجعت من فتره البيرن اوت بتاعتي دي، رجعت بصفحه واحده بس او بصفحتين بس في اليوم. كنت اقول كل يوم يا عم انا هقرا صفحه واحده بس او هقرا مثلا صفحتين بس. الصفحه جبت الصفحتين، جبت الثلاثه، جبت الاربعه، جبت العشره، ورجعت الحياه، رجعت لللايف ستايل اللي انا كنت شغال عليه قبل كده، رجعت لللايف ستايل المهم، اللايف ستايل اللي بيدي قيمه لحياتي، يدي معنى لحياتي، بخطوه بسيطه جدا. انك تاكشن، انك تاخد فعل. النقطه دي مهمه جدا، هي انك تقوم وتاخد فعل مهما كان صغير. نصيحتي ليك الفعل خليه صغير جدا. يعني انت لو ماشي مثلا على دايت مثلا وخربته خالص، ابدا انك تقلل من ستايل الاكل بتاعك بنسبه صغيره جدا. ما تاخدش ستيب عاليه او ما تاخدش خطوه كبيره، لا، انت اوريدي مرهق او انت اوريدي جسمك مأنتخ مفنيخ، عايز ترجعه، رجعه بحاجه بسيطه جدا. يعني ايه؟ خليه يجي تاتا كده، خطوه صغيره خطوه صغيره خطوه صغيره، لحد ما هتيجي في يوم هتلاقي نفسك انت رجعت الشخص اللي انت كنت فيه قبل كده، او انت بقيت الشخص اللي انت نفسك تبقاه. لايف ستايل معين، اسلوب حياه حلو، حاجات بتقدم قيمه لحياتك، حاجات بتقدم فاليو. واهم قاعده لازم انهي بيها الفيديو بتاع النهارده، الحمد لله الفيديو بتاع النهارده خفيف، هي انك ما تستهونش بالخطوه الصغيره اللي انت هتاخدها. ودي قاعده مهمه جدا وتقريبا ممكن نعمل فيديو كامل عليها، انك ما تستهونش بالخطوه الصغيره اللي انت هتاخدها. اي حاجه كبيره شفتها في حياتك، اي حاجه عظيمه وشايفها انها كبيره جدا وشايفها انها ضخمه جدا، يا صديقي الحقيقه الاولا والاخيرا في الموضوع ده ما هي الا بدات بفكره، يعني كده في العقل بس، لمجرد لسه ما اتكتبتش على الورق، كتبت على الورق خطوه 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 لحد ما بقت حاجه ضخمه. لازم الكونسبت ده يبقى في عقلك، ان اي حاجه ضخمه، اي حاجه كبيره انت بتشوفها ما بداتش غير خطوات صغيره جدا، والخطوات دي هي اللي هتخليك توصل للحاجه الكبيره. فابدا انك تعمل خطوات صغيره جدا يا صديقي. شايف حد متعلم لغه، شايف حد متعلم لغات كتيره جدا، شايف حد ماجيك في المجال بتاعه ايا كان المجال بتاعه، لو رحت سالت الشخص ده هيقول لك انا بدات ما كنتش عارف اي حاجه، وبدات ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، وصلت للي انت شايفني فيه ده. اي حد، هي دي الفطره، هي دي السنه بتاعت الحياه اصلا. مفيش حد يتولد حكيم. انا كده حكيت التجربه بتاعتي، والحمد لله الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي الحمد لله رجعتني من الاسلوب بتاعي، يعني الحمد لله رجعت تاني. نصيحتي لك يا صديقي، لو بتقول بكره بكره بكره، بلاش تقول بكره تاني، وابدا باكشن صغير، جاست اكشن صغير هيغير الموازين معاك تماما. الاكشن الصغير بعد اسبوع بعد اسبوعين هتلاقي نفسك بتعمل اكشن كبير وانت مش واخد بالك اصلا. كل حاجه بتبدا صغير. انا كده خلصت اخر فيديو، اتمنى انك تكون استفدت. اخر فيديو عايز اقول لك ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج اند سي يو سون يا برو. سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس.